قتيل و6 جرحى بانفجار ألعاب نارية بمصر. فخلال إحياء الفنان محمد رمضان حفلته بالساحل الشمالي انفجرت الألعاب النارية وسقطت على الجمهور، وأدت لحادثة مأساوية أسفرت عن حالة وفاة و6 جرحى بعضهم بحالة خطرة. ما استدعى رمضان لتوقيف الحفل، ودعا العالم بمغادرة الحفل بهدوء وسط فوضى عامة المكان ومناشدة سيارات الإسعاف لنقل المصابين. وبعد الحادث علق رمضان على انستغرام بأنه الحادثة كانت محاولة اغتيال، ما أثار جدل كبير لبعد فترة صغيرة يمحي المنشور، ليعدل كلماته عبر فيسبوك ويكتب أنه الانفجار ناتج عن أسطوانة فايرووركس ومش عمل متعمد. ونعى الشاب حسام بقوله حادث قضاء وقدر الله يرحمه. وأعلن ياسر الحريري منظم الحفل أن الأمور كلها كانت قانونية وأنا جاهز للمثول أمام القضاء. انتو ليش برأيكم عدل محمد رمضان منشوره من حادثة اغتيال لحادثة انفجار؟